تقييم لعيبة الأهلي لمباراة إنتر ميامي. حسين الشحات ضيع على مصر كلها ثواب صلاة الفجر، جدع بصراحة. 0/10. محمد بيه الشناوي، مش محمد الشناوي حاف كده، لا لا لا، محمد بيه الشناوي 10/10 طبعا. مروان عطية انت تاخد قلوبنا بجد، ما اداش اي فرصة لميسي انه يعمل خطورة النهاردة في المباراة، بصراحة 10/10. ياسر ابراهيم 10/10، مفيش كلام. كوكا 6/10. اشرف داري مستواه الدفاعي بصراحة كويس جدا، 8/10. محمد هاني تهيألي ما جاش الماتش ده، 3/10. بن رمضان كواليتي عالي قوي في نص الملعب بصراحة، 9/10. حمدي فتحي جات له خضه قدام الجون، والله شاف الكوره جت في رجله وهو جون هيشوطها خلاص جون، يعني فاهم. جات له خضه، قال لك ايه ده، انا هجيب جون ازاي، ما ينفعش، ما يصحش. 5/10. تريزيجيه كان خطير بجد، كان موجود في كل مكان في الملعب، شوط اول كان لتريزيجيه، لكن ضربة الجزاء دي ما تضيعش. طب ضاعت الكوره ردت في رجلك تاني، يعني مفيش اسهل من كده، خلاص بقى روح حطها يا معلم، مفيش بعد كده يعني. لكن هو سوء حظ بصراحه، ولكن اداء عالي قوي من تريزيجيه بصراحه، 9/10. زيزو بدنيا كان كويس، لكن الاداء كان فيه افضل من كده، وكنت اتمنى هو اللي يشوط ضربة الجزاء بصراحة، 8/10. وسام ابو علي شوط اول 9/10، الشوط التاني ما جاش. طاهر محمد طاهر، لا لا، ثانية واحدة. طاجن محمد طاجن، بأمانة بصراحة يعني 0/10. قفشة برضو ما كانش افضل اداء ليه، 5/10. الخلاصة بقى الاهلي كان مستواه عالي قوي بصراحة، ولكن سوء حظ.